في قطع غيار اساسيه لاي جهاز كمبيوتر في البي سي واللابتوب، فانت لازم تسال عليها الاول. لو انت سالت عليها ومش موجوده فبايولوجيك ما تشتريش الجهاز. عاوز تعرف ليه؟ هقول لك ليه، بس خليك معايا بعد الفاصل وهنتكلم في بوينتس اساسيه من خلالها تقدر تحدد تشتري الجهاز المستعمل ده ولا لا علشان المستقبل، بحيث ان انت لو حبيت تيجي تدور على قطع الغيار دي لو لقيتها مش متوفره فللاسف الجهاز بتاعك ممكن ترميه، هيكون عباره عن حديده مش هتقدر ان انت تستفاد منه. فتابعوني بعد الفاصل. اول قطعه غيار اساسيه معانا اللي هي الشاشه. طبعا لو انت معاك جهاز كمبيوتر بقى بي سي او لابتوب، البي سي ممكن توصله بشاشه تلفزيون مونيتور، فكده كده جهاز الكمبيوتر او البي سي مفيش اي معضله بالنسبه له. نيجي لللابتوب. اللابتوب ده اهم حاجه في الشاشه، فلو انت الشاشه بتاعته مش موجوده سواء بقى يوزد او جديده، فللاسف لو حصل له حاجه، شاشه اتكسرت، اتشرخت، جاب فلاته مع شاشه، ايا كان السيناريو، اللي الداتا اتحرقت الشاشه، فللاسف اللابتوب مش هتقدر تستعمله تماما. وانا اعرف ناس على المستوى الشخصي كان عندهم اللابات دي غاليه جدا، جيمنج او ورك ستيشن، والشاشه بتاعتهم باظت. للاسف لما الشاشه باظت مش لاقي شاشه بديله، وممكن يلاقي شاشه بديله بس يكون ثمن الشاشه اكتر من نص ثمن الجهاز، يعني انت مش هتقدر تصلحها، انت بدل ما تصلحها هتروح تشتري جهاز تاني. طيب لو الشاشه بتاعتك باظت وللاسف يعني انت مش متاح ان انت تشتري شاشه ايا كان بقى، مش موجوده ستوك او سعرها غالي، في سيناريو تاني تقدر من خلاله ان انت تحل المشكله دي، وهي توصل اللابتوب باي شاشه تلفزيون او مونيتور، ممكن توصله ويشتغل معاك بدون اي مشاكل. انا فاهمه انه صح، بس اشرح اكتر لان اللي زيي مش فاهم. تمام. اي لابتوب فيه مخرج فيجا او مخرج ديسبلاي، ممكن يكون فيجا اللي هو المخرج القديم اللي هو الازرق ده، او مخرج اتش دي ام اي، او اي مخرج تقدر توصله بشاشه او تلفزيون. ممكن لو انت الشاشه بتاعتك بايظه تستعمل اللابتوب ككيسه كجهاز كمبيوتر، توصله بالشاشه، هتعرض على شاشه ثانيه منفصله وتشتغل باللابتوب كانه بي سي. دي اول نقطه معانا. تاني قطعة غيار أساسية معانا وهي البطارية أو الباتري زي ما بيقولوا. كمبيوتر البي سي اجنور، احنا بنتكلم على اللابتوب دلوقتي. البي سي ما فيهوش باتري. بالنسبة لللابتوب، لو أنت حابب تشتري لابتوب يوزد لازم تتأكد من توافر البطارية بتاعته، لأن الباتري بتاعته لو مش متاحة للأسف هتبقى عندك مشكلة. هو الجهاز ينفع يشتغل من غير باتري، ممكن توصله بالأدابتور بشكل مباشر على الفيشة بالمشترك بتاعه أو الترانز أو الشاحن زي ما احنا بنقول بشكل مباشر. طيب لو أنت شخص بالنسبة لك مهم جدا موضوع البطارية، فأنت لازم تتأكد من توافر البطارية قبل ما تشتري الجهاز المستعمل. البطاريه كده كده هتبوظ معاك. البطاريه اللابتوب زي اي بطاريه احنا عارفينها ليها عدد دورات شحن معينه، فمع مرور الوقت كده كده هتستنفذ الدورات دي وهتضطر ان انت تغير البطاريه. يعني اي بطاريه ليها عمر افتراضي، فلو انت اللابتوب بتتنقل بيه كتير وبتحتاج البطاريه كشيء اساسي بالنسبه لك، وده من احد الاسباب اللي خلتك تشتري لابتوب، فلازم تتاكد من موضوع البطاريه. لو البطاريه مش متاحه سواء بقى خلع من جهاز او حتى جديده، فللاسف ما تشتريش اللابتوب ده. طبعا احنا عندنا في قسم الصيانه والتكنيكال بننصح بعده خطوات عشان تحافظ على عمر البطاريه الافتراضي بتاعك. عشان بس ما اطولش في الفيديو، ممكن نعمل فيديو مخصص نتكلم فيه عن ازاي الاستخدام الصحيح لتطويل عمر بطاريه اللابتوب، زي الموبايل، زي السمارت فون والتابلتس والحاجات دي كلها. والنصائح دي بتكون جايه من الشركات المصنعه للاجهزه دي. انا كشركه رويال بقول لكم النصائح دي من واقع تجربه وسنين خبره في المجال ده، وكمان النصائح دي انا جايبها من الشركات المصنعه للديفايسز والاجهزه دي والبطاريات دي. رقم 3 الشاحن. لو انت هتشتري لابتوب يوزد لازم تتاكد الشاحن او الادابتور ان هو يكون متوفر قبل ما تشتري لابتوب مستعمل. ليه بقى؟ لان انت لو اشتريت اللابتوب وحصل مشكله في الادابتور بتاع اللابتوب، ووارد يحصل ان ده شيء طبيعي، واي لابتوب مع الاستخدام اغلب المستخدمين او اليوزر بيحصل لهم مشاكل في البطاريه وفي الشاحن او الادابتور. فلو انت الادابتور ده مش متوفر فللاسف انت كده اللابتوب هترميه. هتيجي تشحن اللابتوب مالوش شاحن، هتشحنه ازاي؟ معلومه ليكم انتوا كمشاهدين، يعني بنسبه 90% من اللابات شواحنها متوفر في الماركت. ممكن تركب شاحن لابتوب براند على براند تاني، اوكي مفيش مشكله لو نفس السوكت، لكن يفضل انت تشحن بالشاحن او الادابتور الاصلي الاوريجينال بتاعه المخصص للديفايس نفسه او الموديل نفسه. ليه؟ لان في الفولتات اللي بتطلع دي بتكون موجهه على حسب حجم البطاريه الموجوده في اللابتوب. فلو انت ركبت ادابتور مش متوافق بيدي فولت عالي او قليل، ممكن ياثر على دايره الشحن او العمر الافتراضي للبطاريه. طيب لو السوكت بتاعك بقى سوكت غريب او السوكت ده مش موجود اصلا في الماركت، سوكت نادر، فما تشتريش اللابتوب.
اللابتوب، لان السوكيتات هي عباره عن 5 6 سوكيتات معروفه مدرجه في الماركت، وممكن تلاقيك يفصل شحن منك في اي شركه في اي مكان، تقول تسال على الشحن تلاقي الشحن ده متوفر. اغلب اللابات الحديثه زي اللاب اللي موجود دلوقتي في الفيديو ده بيشحن تايب سي، فتايب سي انا ما عنديش مشكله خالص معاه. شحن الموبايل على فكره يشتغل عليه، لو شاحن اللابتوب يشتغل عليه. فلو انا في مكان واتزنقت ممكن اوصله بشحن الموبايل. شحن الموبايل ده ممكن ما يشحنوش لكن يشغله باور، يعني ما يشحنش البطاريه، وفي شواحن موبايل بتقدر تشحن اللابتوب. فايا كان انا ممكن اوصله لو اتزنقت في اي مكان واشتغل بيه. وعندي هنا سوكتين شحن، يعني مش سوكت واحد، لا بيبقى جاي معاه سوكتين تايب سي، يعني لو السوكت باظ السوكت الثاني شغال. فانا شايف الاستاذه ليلى مبسوطه من المعلومه دي، تقريبا المعلومه دي عجبتها، واغلب اليوزر للاسف مش عارفين المعلومه دي، مش عاوز يعني اكثر فرحتها. لكن اللابات دي في الهاي اند بالفلاج شيب، يعني اللاب ده في رينج 35 40 الف جنيه مصري، لكن اللابات في الميد رينج واللو بادجت ما فيهاش التايب سي. وممكن في المستقبل يكون فيها تتحول للتايب سي، لكن اللابات دي موجوده دلوقتي في الهاي اند، فما تزعليش. اخر نقطه معانا عاوزين نتكلم فيها وهي الكيبورد. لو انت لابتوبك من الموديلات اللي مش متوفر ليها كيبوردات بشكل كبير في الماركت، طبعا ما بتكلمش على مصر، انا بتكلم ان جنرال بشكل عام، يعني لو حد متابعني مثلا في دوله معينه زي الجزائر، السعوديه، الخليج، اي دوله اجنبيه، وعنده موديل لاب، الموديل ده لو الاكسسوري بتاعته زي الكيبورد مثلا مش موجوده في البلد بتاعته، فما يشتريش اللابتوب. لان في معلومه مهمه جدا، انا ممكن اكون شغال في الخليج واشتريت لابتوب هناك سوني فايو مثلا، سوني الموديلات القديمه، نزلت بيه مصر، الموديل ده اصلا جاي من امريكا، مش موجه للميدل ايست اصلا، فهو انا اشتريته من دول الخليج وهو كان جاي من امريكا، فبايولوجيك ملوش اكسسوري عندي في مصر، وبايولوجيك ملوش اكسسوري عندي في دول الخليج. ممكن يكون المحل اللي انا شاري منه يكون جايب معاه الاكسسوري، يعني هو جايبه استيراد او شاريه وجايب معاه الاكسسوري، لكن لما انزل بيه بلد ثانيه فالجهاز ده ملوش اي حاجه عندي. فدي نقطه مهمه جدا. فالكيبورد مهم واساسي. طيب لو الكيبورد باظ وما لقيتلوش حل وما لقيتلوش كيبورد، هل اقدر ان انا اشغل الجهاز من غير كيبورد؟ ممكن عن طريق يعني بعض الفيتشر او بعض الايديا، طريق ان انت ممكن توصله بكيبورد وماوس خارجيين، فممكن الجهاز يشتغل معاك عن طريق كيبورد يو اس بي. طيب الكيبورد يو اس بي ده ليه مميزات وعيوب، في ممكن يعمل معاك بعض المشاكل، لكن افضل حل وافضل طريقه ان انت تشغل او تغير الكيبورد نفسه بتاع اللابتوب علشان تاخد على افضل اداء، وكمان يكون الجهاز معاك او اللابتوب سهل تقدر تشوف في اي مكان وما يعملش معاك مشاكل، لان الكيبوردات اليو اس بي او الاكسترنال ممكن تعمل معاك مشاكل في اللابتوب، لكن هي حل مؤقت او حل لو انت مش لاقي حل. دول 4 حاجات او نقاط اساسيه يعني لازم تتشكها قبل ما تشتري جهاز كمبيوتر او لابتوب. ولو الحاجات دي شكيتها ولقيتها متوفره لازم بقى تتاكد من سعرها. ليه؟ الافيلابيلتي مش كل حاجه. انت تشكيت، عملت تشيك اب عشان المخرج بس، عملت تشيك اب لقيت الحاجات دي متوفره، طب اسال على السعر، لان زي ما قلنا ممكن الشاشه تكون بنص ثمن الجهاز او بثمن الجهاز نفسه، يعني الجهاز ملوش لازمه، ممكن القطعه نفسها مش متوفره فيها ندره فتلاقي سعرها غالي، فانت تلاقي نفسك هتدفع نص ثمن او 3/4 الجهاز او ثمن الجهاز كله، فتروح تضطر انت ترميه. تشيك الافيلابيلتي وتشيك البرايس. لو انت حابب بقى تشتري اجهزه او تعمل صيانه او تعمل ابجريد ايا كان، ممكن تستفاد معانا في العرض اللي احنا بنقدمه، عرض الشركات. بنقدم السيرفيس الصيانه طبعا في البي سي واللابتوب، البرنترات، الاحبار، كاميرات المراقبه، النتورك، السيرفرات، اليو بي اسات، وعاملين ديسكاونت وبنقدم عقود صيانه شامله وغير شامله. فلو انت بتتابعنا ومحتاج تعمل صيانه او ابجريد، حتى لو محتاج كونسولت، ممكن تتواصل معايا على الارقام الموجوده او تسيب سؤالك واحنا نتواصل معاك. وبالنسبه للكاستمر برضو لو محتاج اي حاجه، احنا كشركه رويال مش هنتاخر عليه في سواء في الرد او في النصيحه. واشوفكم فيديو جديد، ما تنسوش بقى اللايك والكومنت والسبسكرايب، ولو حد عنده سؤال او اي استفسار يسيبه في كومنتس او يتواصل معنا عن طريق الكونتاكت الموجود على الفيديو، سواء عن طريق الايميل او رقم التليفون، او يبعت لنا على رسائل الصفحه. اشوفكم فيديو جديد وشكرا ليكم.